شيعت ظهر اليوم جنازة عسكرية جماهيرية مهيبة بحضور كبير من الشعب المصري العظيم. حضر الجنازة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقيادات من الجيش والشرطة. كانش بيقعد معانا خالص، جه شافنا وسلم علينا ومشي. بقول له طب اقعد شويه، عندي مأمورية. فين؟ مالكيش دعوة. الشهيد البطل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، ولد بمحافظة سوهاج في عام 58 وتخرج من كلية الشرطة في عام 81. عمل بشرطة السياحة والآثار ومرور الجيزة واتصالات الشرطة في عدد من المحافظات منها الجيزة والأقصر وسوهاج. طلب الشهادة فاستحق الإشادة. وزير الداخلية السيد محمد إبراهيم أكد على إصرار رجال الشرطة وعزمهم على مواصلة الجهد والعطاء وتقديم الغالي والنفيس من أجل مصر، وأشار إلى الدور البطولي لرجال الشرطة والجيش في محاربتهم ضد الإرهاب. تحية لأرواح شهداء الشرطة والجيش، وتحية لأسر الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.